خل. وهقلب كل التتبيله دي في بعضها والكبده علشان ايه تشرب من التتبيله، واقل حاجه هسيبها في التتبيله هيكون نص ساعه. تمام. ممكن نشتغل بعد النص ساعه فيها، وعايزين تسيبوها اكتر من كده مفيش مشكله، بس يستحسن ان انتوا تشتغلوا فيها على طول بعد نص ساعه عشان ايه الخل ما يفتتش الانسجه بتاعتها. تمام كده زي الفل. غطيتها وركنتها لحد ما ايه مده النص ساعه تنتهي. ويلا بينا بقى بعد التتبيله هنشوف احنا هنعمل فيها ايه دلوقتي. لازم يكون عندك ردة، لان الكبدة النهاردة هنقليها بالردة زي ما احنا شايفين كده. طبعا سعرها بقى دلوقتي رهيب في المحلات يا جماعة، عشان كده قررت ان انا اعملها معاكم بما ان العيد داخل على الابواب. فهحط كده في الردة معلهاش اي حاجة خالص، هي الكبدة فيها كل حاجة. وهضغط عليها. مش شرط ان انا ممكن احطها في التلاجة بقى علشان تمسك الردة فيها ومش